بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، إنسان عنده مال بلغ النصاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤدي زكاته إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. صفائح حديد ماشي محمي والعياذ بالله من نار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيكوى بها جنبه وجبينه وجبهته صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. انت تصور يا أخي الكريم ان هذا فعل معصية، الله عز وجل قال له: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا لم يؤتي الزكاة. يوم القيامة يبعث هذا وتصفح له والعياذ بالله صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وجبهته في يوم، يعني طول مدة حرق الجبهة والجبين يوم كان مقداره 50,000 سنة. كل هذا حساب فقط على وعيد منع الزكاة، أنه لم يؤدي الزكاة، أنه لم يمتثل أمر من أوامر الله عز وجل. رب العالمين سبحانه وتعالى أمره بأمر فكان عقابه تلك المدة الطويلة. نعم أيها الإخوة الأكارم، الجزاء من جنس العمل. بما أنه كان هناك فقير، هذا الفقير ماشي كان جوعان أشد الجوع، كان يعذب بالجوع، كان يعذب بالفقر، كان عنده من الأمراض ما عنده، كان هناك مريض محتاج، كان هناك أصحاب الحاجات، وهذا قد منع والعياذ بالله حقوق هؤلاء، فكان الجزاء من جنس العمل. تخيل يا أخي الكريم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى حذر أشد التحذير وبين عذاب هذا. ليه يا جماعة؟ حتى ترى رحمة رب العالمين بعباده، حتى ترى أنت رحمة الملك جل جلاله بعباده. هذا العبد الفقير ما عنده مال، وهذا الله عز وجل قال: وآتوهم من مال الله. هذا مال الله عز وجل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، وهذا قد منع حق الله عز وجل ومنع حق الفقير في عدم إيتاء الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صاحب بقر ولا غنم. تخيل جاموس، تخيل بقرة كبيرة، جاموسة كبيرة تأتي أوفر ما كانت وأسمن ما كانت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بطح لها يعني ينام هكذا منبطح. وتأتي إن كان نصاب البقر عنده 30 بقرة، عنده 40 بقرة، عنده 40 جاموسة، عنده 30 جاموسة، وهو اساسا لا يشتري لها علفا، ومر عليها حول كامل ولم يؤدي زكاتها. تصور اننا نقوم من القبور، نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الناجين من قرب اهوال يوم القيامه. نقوم من القبور فيجد الانسان 40 بقره امامه، 50 بقره، 100 200 300، كان لا يشتري لهم علفا، انما كانوا يسرحون في الاراضي وياكلون منها بالمجان. هذا 30 بقرة فيه تبيع، وال40 فيه مسنة، فما كان من هذا إلا أن منع الله عز وجل حق. يقوم من قبره ونفخ في الصور، بعد النفخ في الصور يجد والعياذ بالله 40 بقرة تأتيه، 50 بقرة تأتيه، يبطح لها. وتخيل أن البقرة تدوس عليه، نسأل الله العفو والعافية، تطأه بخفيها. تخيل تمزقه وتمزق وجهه وتمزق جسده. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنطحه بقرونها صلى الله عليه وسلم وتطأه باظلفه. البقره الاولى جات نطحته وداست عليه، والثانيه جات بطحته وداست عليه، والثالثه جات نطحته وداست عليه، والرابعه والخامسه والسادسه. ال30 بقره خلصهم، عنده 40 بقره خلصهم، الاخيره خلصت، تاتي الاولى وتفعل به كذا. طب يا جماعه يا أخي الكريم، يوم، هذا عذاب يوم كامل 24 ساعة، طيب 48 ساعة، طب أسبوع، طيب شهر، طيب سنة، طيب سنتين، طيب ده عذاب 10 سنين، 10,000 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام:
في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني بس رب العالمين قال له أدي بقرة جاموسة، أدي بقرة سنها كام مقابل 30 بقرة بس، كملت سنة ودخلت في الثانية، هتسوي لها كام الآن؟ سوي لها 20,000 30,000 جنيه، ماشي، يعذب بها 50,000 سنة. طيب ده عذابه كله بعد كده داخل الجنة؟ لا. طب الصلاة امتى يا جماعة؟ طب اللي ترك صلاة الفجر مش أتى كبيرة من الكبائر؟ طب اللي ترك صلاة الظهر ده لسه، هذا كله لسه. طب واللي ترك صلاة العصر لسه. طب واللي في حياته كلها ما بيصليش هيتحاسب على امتى؟ ده بعد 50,000 سنة. طب تخيل أنه لم يصلي ولم يزكي والعياذ بالله. تخيل أنه كان يفطر في نهار رمضان. تخيل أنه كان تارك الحج أساسا لله سبحانه وتعالى. تخيل أنه كان يفعل الكبائر، كان يزني وكان يكلم النساء في الحرام والعياذ بالله، وكان عقا لوالديه، وكان يشرب المخدرات، وكان يجعل كل ده حسابه امتى؟ لهذا أيها الإخوة الأكارم، ده يوم القيامة سنستيقظ. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد. مين اللي أيقظنا من المكان اللي كنا راقدين فيه؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب مال لم يؤدي زكاة ذلك المال إلا يوم القيامة، نيجي يوم القيامة يصور له شجاع ثعبان ضخم أقرع يأتي أساسا ويجري وراءه ويهرب منه حتى يطلبه فيمكنه في